هاي، ازيكم؟ انا ندى، وفيديو النهارده هنتكلم مع بعض عن طريقه لم منهج الثالثه اعدادي. طريقه حرفيا ملخصه لكم فيها الدنيا كلها ولما لكم كل حاجه، وقايله لكم هقول لكم طريقه ازاي تراجعوا المواد اصلا، واسهل طريقه للمراجعه وكل الكلام ده. وكمان ازاي تراجعوا لو انتوا مثلا ما خدتوش منهج من الاول خالص، او لو انتوا في دروس مثلا مش متظبطين فيها ازاي تراجعوها. كل الكلام ده هنتكلم فيه في الفيديو ده، فمن غير ما اطول عليكم يلا بينا نبدا. اول حاجه وهي الرياضه، هناخد الوحده الاولى في يوم والوحده الثانيه في يوم، والاحصاء هنسيبها لوحدها. ونقدر كمان ان الاحصاء ناخدها مع مواد تانية، يعني اللي هو بس تبقى ايه، بنراجعها كده على السريع لان هي معانا في المنهج، لكن طبعا احنا عارفين ان هي سهله. طبعا الطريقه دي انا بقول لكم تقسيمه المنهج بس، ازاي تراجعوا المنهج، لكن طبعا بعد كل الكلام ده انتوا لازم تحلوا امتحانات كتير جدا في كل المواد. العربي هناخد النحو في يوم، والنصوص في يوم، والقراءه في يوم. وبرده تقسيمه عدد الايام اللي انا بقولها دي انا قلتها في كل الفيديوهات اللي انا عاملاها للم المنهج، لان عشان تفهموا بس قصدي. انا لما اقول لكم خدوا النحو في يوم، والعربي في يوم، والقراءه في يوم، والنصوص في يوم، مش قصدي ان انتوا لازم تذاكروهم في 3 ايام، ومش لازم تذاكروهم في 3 ايام ورا بعض. لو انتوا شايفين مثلا ان انتوا حابين تذاكروا النحو النهارده، بعد كده بكره مثلا عندكم مذاكره حاجات تانية، بعد كده بعد بكره عايزين تذاكروا القراءه، براحتكم عادي جدا. بس انا قصدي ان انتوا تاخدوها في 3 مرات، يعني ده النحو لوحده، والقراءه لوحدها، والنصوص لوحدها، عشان كل دول مرتبطين ببعض وكل حاجه لها علاقه ببعض، فتبقوا منظمين نفسكم كده ان انتوا بتاخدوا الحاجات اللي شبه بعض مع بعض. والتقسيمه دي برده مش اساسيه، تقدروا ان انتوا تعملوا اللي انتوا عايزينه. لو انتوا حابين تزودوا عدد مواد في اليوم، او عدد ان انتوا حابين تنجزوا اكتر، لو انتوا مثلا شايفين ان انتوا تقدروا تاخدوا النحو والقراءه مع بعض، طب ما تعملوا كده براحتكم عادي جدا. شايفين لا ان صعب ان انا اخد القراءه كلها مره واحده، لا هاخد نصها النهارده ونصها بكره، براحتكم عادي جدا اللي تشوفوه. نيجي بعد كده للانجليزي، هناخد كل يوم وحدتين، يعني احنا المنهج عندنا 6 وحدات هنخلصه في 3 ايام، كل يوم وحدتين. تمام. المراجعه عن طريق ان احنا بنجيب الوحده بتاعتنا، بنشوف عدد دروس الكلمات اللي فيها، بنحفظ الكلمات، بنحفظ حروف الجر، بنحفظ المعنى والمضاد. لو مش هنحفظهم حتى كتابه وورقه وقلم، نقدر ان احنا بس على الاقل نقراهم ونعرف اهم الكلمات معناها ومضادها وكل الكلام ده، لان هي بتيجي في الامتحانات. والقواعد برضو نراجع على القاعده ونحل عليها. وبس كده بقى، الباقي كله هيندرج على الحل. يعني احنا مثلا مجرد ان احنا عملنا الحاجات دي، فاحنا كده راجعنا الانجليزي، ما عادش في حاجه اكتر ان احنا نعملها غير ان احنا نحل بقى. العلوم هنقسمها على 3 مرات، هناخد الحاجات السهله مع بعض، والحاجات الصعبه هنسيبها لوحدها. فهناخد اول حاجه الفصل الاولاني مع بعضه، اللي هو القوه والحركه، وهناخد معاه فصل الكون لان هم برده سهلين شويه، فنقدر ان احنا ناخدهم مع بعض. بعد كده الضوء هنخليه لوحده، اللي هو المرايا والعدسات، لان هم مرتبطين ببعض، وكمان فيهم محتاجين تركيز شويه، فنحاول ان احنا نخليهم لوحدهم. وبعد برده كده في التكاثر، وبعد كده برده نسيب التكاثر لوحده عشان برده هو مرتبط ببعضه. بالنسبه للدراسات، فناخد التاريخ في يوم والجغرافيا في يوم. انا بقول لكم ليه تعملوا كده، لان التاريخ يعني محتاج ان هو يتلم مره واحده كده عشان تحسوا ان انتوا ظبطوه. الجغرافيا برضه لان هي مواد من الاول ومن الاخر ايا كان، حتى لو هم عمالين يحطوا فيها اسئله فهم ومش عارف ايه، فهي لازم تكون محفوظه صم، فتحاولوا ان انتوا تجيبوهم مره واحده كده عشان تحفظوهم ويثبتوا مره واحده. او ايا كان لو انتوا شايفين ان انتوا تاخدوهم في مره واحده ده صعب عليكم، عادي تقدروا ان انتوا تقسموا التاريخ مثلا على مرتين، والجغرافيا على مرتين، او على حسب اللي ترتاحوا فيه واللي تقدروا عليه. يعني انا مش بجبركم بطريقه مذاكره معينه او بمنهج مذاكره معين، انا بس معين او بمنهج مذاكره معين، انا بس يعني بحاول اظبط لكم الدنيا كده وانظمها لكم، لان في ناس بتحس ان هي تايهه. فانا بس الهدف من الفيديو كله ان انا انظم لكم الدنيا كده، وارسم لكم خريطه للمنهج قدامكم، وانتوا بقى تظبطوا نفسكم على حسب ما انتوا مرتاحين. بالنسبه بقى لطريقه المراجعه، لو احنا في دروس مثلا حاسين ان احنا مش متظبطين فيها، او لو احنا عامه المنهج كله مثلا فلنفترض ان احنا ما كناش بنذاكر قوي اول السنه، فاحنا لسه معانا وقت نقدر ان احنا من دلوقتي لو في اي دروس فايتانا ان احنا نجيب الشرح بتاعها تاني من على اليوتيوب ونذاكره، او مثلا نشوف اللي هي فيديوهات المراجعه الكامله دي، اللي بيبقى مثلا مدرس بيراجع المنهج كامل، بيراجع فرع كامل مثلا في فيديو، فنقدر ان احنا نشوفهم. الفيديوهات ساعات بتبقى طويله شويه، بتعدي الساعه وساعتين واكتر، بس نقدر ان احنا نقسمهم مثلا، او ممكن نشوف نسرع الفيديو شويه. في الاول هتحسوا ان انتوا ودانكم مش متعوده على الكلام، وهتحسوا ان انتوا مش فاهمين، بس واحده واحده هتبتدي ودانكم تاخد على طريقه الكلام، وهتلاقوا نفسكم فاهمين عادي جدا. المذاكره برضو تكون عدد ساعات متفرقه، ما نذاكرش عدد ساعات ورا بعض عشان طبعا ما نتعبش، ونحاول ان احنا ناخد بريك مثلا بين كل فتره وفتره. يعني كل فتره مذاكره قصيره، اللي هو مثلا نص ساعه، 50 دقيقه 50 دقيقه، خلينا نقول 50 دقيقه، لان مثلا لما نذاكر نص ساعه احنا مش هنكون ركزنا قوي، مش هنحس ان احنا اصلا انجزنا حاجه، فمش هناخد بريك. لا احنا مثلا ممكن نذاكر 50 دقيقه، وبعد كده ناخد 10 دقائق بريك، ادي كده ساعه، بعد كده نذاكر 50 دقيقه كمان 10 دقائق بريك، فكده كل ساعه احنا بناخد بريك. ممكن ان احنا برضو مثلا كل مثلا 3 فترات مذاكره، اللي هو مثلا كل 3 ساعات ناخد لنا بريك كبير بقى، اللي هو نص ساعه ولا ساعه مثلا، نكون بقى بنفصل، خرجنا اصلا، رحنا درس، مش عارف ايه، عملنا اي حاجه عشان ما نتعبش. تمام. نقدر ان احنا برضو لو احنا حابين ان احنا ناخد كل يوم عدد مواد معين، يعني ناخد قصدي
كذا ماده مع بعض، مثلا نذاكر جزء من الماده دي وجزء من الماده دي وجزء من الماده دي، او لو احنا حابين ان احنا نخصص مثلا اليوم الفلاني ده هنذاكر فيه الماده الفلانيه، ولو احنا مخلصناش النهارده برده بكره هيبقى الماده الفلانيه، فاحنا مثلا اليومين دول الجايين دول احنا ما نذاكرش فيهم غير الماده الفلانيه عشان نخلصها، بعد كده لما نخلصها خلاص نوديها على جنب. فلو احنا حابين ان احنا نذاكر يعني عدد مواد مع بعض، كذا ماده مع بعض، ونقدر ان احنا نعمل كده. لو حابين نجيب الماده مره واحده عشان بنحس ان هي بتثبت معانا، او بنحس ان احنا بننجز، اللي هو انا خلصت ماده في يوم ولا يومين، فده بيحسس بالانجاز شويه. او لو انتوا التنويع ده برده بيحسسكم بالانجاز عشان انتوا يعني بتذاكروا كذا ماده في يوم واحد، فاللي تحبوه الطريقتين كويسين، ويعني مفيش واحده فيهم احسن من الثانيه بصراحه. وبس كده، هو ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم واستفدتوا منه. الطريقه دي زي ما قلت تنفع قلتها في الفيديو بتاع اولى ثانوي ان هي تنفع لاولى اعدادي وثانيه اعدادي وثالثه اعدادي ايا كان، بس يعني انا عاملاها لثالثه اعدادي عشان ثالثه اعدادي هم اللي بيطلبوا مني فيديوهات اكتر، بس هي تنفع الاولى وثانيه اعدادي، فانا مش هعمل برده الاولى وثانيه اعدادي عشان هم اصلا نفس عدد المواد ونفس يعتبر تقسيمه المواد وكده. لكن مثلا انا عامله فيديو الاولى ثانوي وفيديو لثانيه ثانوي، لان عدد مواد اولى ثانوي غير عدد مواد ثانيه ثانوي، وتقسيم المواد اولى ثانوي غير تقسيم المواد ثانيه ثانوي. فبس كده، يا رب تكونوا فهمتوا الفكره دي، عشان عارفه ان في ناس في الكومنتس هتقول لي طب وما تعمليش لاولى اعدادي وثانيه اعدادي ليه؟ لان هم نفس الفكره. فخدوا الكلام اللي في الفيديو ده طبقوه على برده المنهج بتاعكم، وان شاء الله كل حاجه هتبقى تمام معاكم. طبعا بعد كل ده طبعا يعني زي ما قلت اساس كل حاجه هي الحل، فالحل الامتحانات اهم بكتير جدا من لم المنهج ده. احنا مجرد ان احنا بنلم الدنيا بس كده عشان نبقى يعني مظبطين نفسنا في المنهج او مذاكرينه، بس اهم حاجه حل الامتحانات. واي حاجه مثلا لو احنا بنحل امتحانات واي حاجه وقفت معانا، ممكن ان احنا بقى نروح نراجع على الدرس بتاعها تاني، لان احنا عرفنا ان هو في مشكله او ان احنا لسه مش متمكنين فيه قوي. وبس كده، يا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه. لو في اي حاجه تانية انا ما قلتهاش او عايزين تسالوا في اي حاجه اكتبوها في الكومنتس، وانا ان شاء الله هرد عليكم كلكم. وبس كده، اشوفكم في فيديوهات جايه. مع السلامه.